يجي حافظ النص، نلقاه بعد قبلنا في الاستوديو يجي، يعني صرنا نخجل منه والله، صرنا نخجل منه انه احنا ما نتاخر، عرفتي؟ فعنده انضباطيه حتى في التوقيت ما شاء الله عليه. فشخصيتي انا شخصيه كوميديه، شخص حبوب كذا، ولكنه يقحم نفسه في اشياء ما تخصه. احيانا تشوفينه يبي يدرب ويبي يسوي كل شيء بفلوسه وهو ما عنده سالفه. طب اعطينا صوت الشخصيه نشوف كيف نحكم. الرئيسيه ما راح اعطيكم اياها، بعطيك شيء حصري لك يا علا والام بي سي في اسبوع. الكاركتر اليمني. ياسر اسمع، تشتي تلعب معانا كوره؟ علا فارس وام بي سي في اسبوع نسجلها معنا في الفريق، خلاص قلتها. طيب سأنتقل، قبل أن أعود ياسر سأنتقل لبدر. مساء الخير. يعني أنت أيضا يعني لا تختلف كثيرا عن ياسر، يعني جاي من الإذاعة، لكن عندك شوي خبرة مع المايك على الأقل. خبرنا عن تجربتك وكيف أيضا لما تم اختيارك من قبل المنتج يعني خالد، كيف كان شعورك لما عرفت أنك حتكون بالبطولة أيضا مع يعني الكابتن ياسر؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسي بالخير على عبد العزيز. طبعا انا اول شيء اختلف مع ياسر في نقطه واحده، معليش سامحني يا ابو عزوز. الموضوع انه يقول اللي سوى صوت ما هو ممثل، بالعكس انت كيف تقدر توصل من خلال صوتك بس مشاعرك، كيف تقدر ترسم ابتسامه، كيف تقدر توصل كل النص بس بصوتك بدون حركات يدك بدون اي شيء. فكان صراحه عمل رائع جدا، تجربه حلوه لي، اللي خلاني على قولك زي ياسر في ناحيه اني منتقل لعمل فني تلفزيوني هو الاستاذ خالد الراجح، الله يعطيه العافيه. نوجه له تحيه اكيد. خالد يستاهل الف تحيه. صراحه انا كنت خايف من ياسر والله العظيم، معليش يا ابو عزيز. انا قلت دحين هذا لاعب وش فاهم الرجال، ايش عارف ايش دراه ايش الميكروفون امتحنا. المهم جاء الرجال اللي هو منطلق ما شاء الله تبارك الله. فاللي كنت خايف منه اكثر شيء الحمد لله ما واجهته. كوني انتقلت من كانت مهمه ابو عزيز اصعب مني، كوني انا مذيع في الراديو. فصراحة الشكر له ولكل طاقم العمل، والشكر كذلك للأستاذ خالد الراجح اللي في البداية يعني كان له الفضل بعد الله. حنسأل ياسر إذا كيف كان شعوره. ياسر يعني كيف وجدت نفسك وأنت واقف وراء المايك يعني لساعات طويلة؟ هل كان أكثر إرهاق من التدريبات بالملعب؟ يعني حدثنا عن التجربة. لا هو مستحيل يكون اكثر ارهاق يعني من التدريبات فيها ارهاق يعني كبير جدا. ولكن يمكن الارهاق هو يكون في يعني في دقه التركيز وفي الخوف بعد العمل، يعني لأن انت لما تقدم عمل ممكن انت تحكم او انه يعجبك ويعجب الناس اللي معك، لكن كمستمعين وكجماهير هم اللي راح يحكمون على العمل. فهذا هنا الخوف او المخاوف اللي موجوده عندي انا. لكن للامانه يعني الطاقم كامل يعني اللي كان متواجد معانا، سواء كان الاستاذ خالد الراجح او حتى الاستاذ اسامه، يعني كانوا يعني مشرفين على العمل بشكل دقيق، وكانوا يعني تهمهم ادق التفاصيل، وهذا الموضوع اللي ريحني اكثر شيء. انا وجلستي خلف المايك انا كنت يعني انا متعود على برامج، على لقاءات، على يعني دعايات، لكن انه امثل شخصيه يعني خصوصا انها فيها اكثر كوميديه، فهذه كانت فيها الصعوبه شوي، لكن الحمد لله قدرنا احنا نتجاوز هذه الامور مع الشباب امثال اللي موجودين عندنا. اكيد نتمنى لكم كل التوفيق كابتن. يعني ساختم معك في اخر سؤال، يعني هذا المسلسل هو موجه لكل الفئات من الصغير للكبير، يعني كيف لياسر القحطاني ان يقنع الجميع بما يقدم باذن الله؟ والله شوف احنا للامانه يعني احنا كان في البدايه فكره المسلسل او حتى النصوص اللي كتبت في البدايه كانت رسائل توجيهيه او اجتماعيه بحته يعني، وكانت يعني بشكل صريح وواضح، ولكن احنا وجدنا انه المجتمع العربي في الوقت الحالي يعني ما يحتاج ضغط كثير، او انه يحتاج ان احنا زي ما يقول المثل تزيد على الطين بله. فاحنا حبينا ان احنا نخلي الموضوع او القالب كامل يكون كوميدي يتقبل المستمع او المتلقي بشكل اكبر يعني واريحيه اكثر، خصوصا انه الفكره ممكن تعرض في ان شاء الله راح تعرض ان شاء الله في خلال شهر رمضان المبارك ان شاء الله، والناس تبي تضحك يعني احنا ملينا من الحزن من المآسي ومن المشاكل فنبي نضحك. صحيح. هذا ما يمنع انه هناك رسائل موجهه خلال او ما بين السطور زي ما يقال، ولكن
القالب الأكثر شمولية في المسلسل كامل اللي هو الكوميدي. أتمنى لكم كل التوفيق. وأكيد أنا بالمناسبة أحب أن أشكر أيضا الأستاذ محمد عطية على مشاركته المثرية للموضوع، ومثل ما الشباب يعني قدموا عمل كبير. محمد عطية بخبرته ايضا الفنيه تحيه للجميع، شيء يضاف يعني للبرنامج، ووجه لهم تحيه كثيره. اكيد، واحنا بنوجه لك تحيه كثير كبيره لوجودك معنا اليوم. نتمنى لك كل التوفيق. قائد المنتخب السعودي هلا بكاس الخليج ان شاء الله اول لقاء حيكون مع العراق حسب معلوماتي الرياضيه، ما بعرف صح ولا غلط؟ للجميع لا ما شاء الله، معنويات عاليه ان شاء الله. نبي جول يا ابو عبد العزيز، نبي جول ان شاء الله. انا من خلالكم احب انه يعني طلب شخصي من خلالكم انه جميع وسائل الاعلام يعني لانه الموضوع هذا موضوع المسلسل يعني يمكن تطرق له اكثر من وسيله اعلاميه في المراحل المقبله اللي مضت، وانا في الوقت الحالي يعني طلب شخصي انه الموضوع يتقفل الان الى ما بعد نهايه كاس الخليج ان شاء الله، واحنا المنتخب السعودي يكون محقق اللقب باذن الله، ونفرح فيه كثير، ودعواتكم معنا. كل التوفيق ان شاء الله، ونقدر يعني هذه الثقه. شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم الكابتن ياسر القحطاني، كل التوفيق. اعود اليكم يعني مره اخرى. اذا يعني هو انتم عارفين قديش انا عانيت بالوقت اليوم، عشتوا معي المعاناه، خبروا المشاهدين يعني كثر خير علماء قصرت مع المشاهدين، توسط فيكم حتى في الوقت، تكفون بدي من شان الله عشان صارت فضايح. طيب دقيقة واحدة لكل شخص فيكم، هيا حاخذها تجاوزا، كلمة أخيرة عن العمل وعن التجربة. عبد الله. العمل هي ثاني تجربة بالنسبة لي كمسلسل كرتوني، ويعني مع نجم كبير مثل الكابتن ياسر القحطاني، والكاست كله بطل ما شاء الله عليهم، ما فيهم قصور، واتمنى ان شاء الله انه يرضي الجمهور اللي قاعد يشوف ان شاء الله. بدر. طيب اول شيء سريعا عارف اشكر كل اللي يشاهدونا الان، خصوصا الانسان اللي لولا الله ثم هو ما كنت انا هنا، وهو امي اولا الله يسعدها، وثانيا خالد الراجح. يعني يوم ما ادري ايش اقول لك، لو الله ثم انت ما كنت الله يا رب رضا الوالدين. ثاني شيء بالنسبه للعمل عمليا، انا صراحه تجربه فريده جدا، وان شاء الله في عمل قادم لي حيكون هو فيلم قصير خيري يتكلم عن التجاره باعضاء الانسان، واسمه جسدي او ماي بادي، حيكون مع الاستاذ الفاضل كمان خالد الراجح المنتج، ويكون ان شاء الله عمل خيري يقدم قريبا باذن الله عز وجل. كل التوفيق، وانت ايضا نجم صاعد، نتمنى ان هاي التجربه ايضا تنعكس عليك بشكل ايجابي، وهذا واضح. اشكر وجودكم اليوم معنا. اذا نشكر الكابتن ياسر القحطاني، وايضا اشكرك عبد الله الحارثي، وايضا بدر آل زيدان. شكرا لوجودكم. الله يعطيك العافيه. راسي.